قصتنا بتبدأ في وادي السلام، وبطلنا باندا اسمه بو عايش مع بو شغال طباخ نودلز في الصين. بيحلم بو انه يكون بطل زي الخماسي النمرة والقرد والجراد والثعبان والرفعة. طبعا بقى بيقوم من الحلم عشان يشتغل مع ابوه، فيلاقي ورقة معلقة على الحيطة ان فيها احتفال باختيار محارب التنين. فيفرح بو ويروح ياخد معاه حاجات تقيلة، بس يتأخر لحد ما الباب يتقفل ويحاول يعمل المستحيل عشان يدخل جوه. فيعمل حيل وحركات، ففي الاخر بيلزق نفسه بصاروخ عشان يطير ويطير ويقع جوه الاحتفال ويغمى عليه. فيفتح عينه ويلاقي المعلم اخواي بيشاور عليه ان ده يكون المحارب التنين. فالمعلم شيفو يستغرب، فيدخل بو اوضه التدريبات عشان يشوف نفسه لكن يقول ايه. فيحاول شيفو فريق الاسطوريين يضربوه، لكن في الاول بوه بيواجه صعوبات كتير وبيحس بالاحباط. فيدخل في غرفه المقاتلين ويقولوا كلام محبط انه مش هيقدر يكون محارب تنين خالص بسبب جسمه وان هو تخين وعنده كرش والحاجات دي. يعني طبعا في دي اللحظه بقى بيهرب تاي لانغ من السجن. طبعا بقى فيسأل بو النمرة عن المعلم شوف ليه هو دايما مكشر وما بيضحكش. فتحكي له النمرة ان هو كان لها نمر صغير في الباب، فخده ورباه وشافوا ان جسمه مناسب للكونج فو، فعلمه كونج فو لحد ما بقى مقاتل محترف. فكان عايز ياخد لقب يكون مقاتل التنين، لكن اخواي رفض. فيتضايق تايلانغ ويحاول ياخد اللفة غصب. فطلب اخواي من شيفو ان هو يقف لحد عنده ويضربه، لكن شيفو وراح يضربه، لكن شيفو وهو كان رايح يضربه فافتكر ان ده ابنه اللي رباه. فضعف شيفو وضربه تايلانغ، فواجهه اغواي بالعصايه بتاعته. فعرف بو حكايه شيفو. بيقعد شيفو مع اغواي في مشهد درامي بيودع اغواي الحياه ويقول لشيفو ان انت لازم تكون معلم بتاع الفريق ده. فيسمع شيفو الوصيه بتاعته فيكون هو المعلم للفرقه. فيعرف شيفو ان تايلانغ راجع عشان ياخد اللفيفة التنين، لكن بو مستعد عشان يواجه تايلانغ. فيروحوا باقي النمرة والقرد والجراد واللفعة والرفاعة عشان يواجهوا تايلانغ قبل ما يوصل وادي السلام. بالصدفة بقى يدخل شيفو المطبخ يلاقي بو مكسر ومدشدش الدنيا. فيبص يلاقي بو عمال يضرب ومتعصب، يقول له بو ان هو منفعل، لما بينفعل بياكل ويكسر. فيختبره شيفو ويقول له ان القرد مخبي شويه بسكويت لوز ويطلع بره عشان يشوف هيعمل ايه. فيخش ويسمع صوت غريبة، يدخل يلاقي بو واقف على رف الحيطة بياكل من البسكويت. فعرف شيفو انه باندا عنده قدرة لما ينفعل يدمر اي حاجة، ممكن يدمر تايلانغ. فيخش شيفو بو في مكان طبيعي فيه مية وخضرة، مكان اسمه ولاية الكونغ فو. فيعلم شيفو بو كونغ فو كل حاجة لحد ما يبقى محترف. في اللحظة دي بقى فيوصلوا بين النمرة والقرد والجراد والأفعى والرفيعة اللي هما الأسطوريان الفريق يعني للمكان. بيشوفوا من بعيد تايلانغ في طريق كده سلالم خشب، فيتعاركوا معاه لكن هو يهرب منهم. فيرجع لهم تاني ويضربهم ويديلهم ضربة قوية لدرجة ان الضربة دي وقفت لهم اعصابهم رفيعة. ويرجعوا عند شيفو عشان يفك اعصابهم ويقولوا له ان تايلانغ راجع هيدمر. في اللحظة دي بقى يدي شيفو لبانتا لفيفة التنين. فيفرح بو اخيرا ان هو خد لفيفة التنين اللي كان بيحلم بيها، وكمان ايه اللي تايلانغ كان هيدمر كل حاجة عشان ياخدها. فيفتحها بو يلاقي ورقة، يشوف الورقة يلاقيها فاضية. فيتعصب بو ويديها لشيفو، وشيفو يتصدم زيه ان الورقة اللي في اللفة طلعت فاضية. فييأس بو يحس بالإحباط ومفيش أمل إن هو يهزم تايلانغ. فيرجع للمطعم بتاع أبوه زعلان، فيقول لأبوه إن السر الحقيقي يا ابني هو الإيمان بالنفس مش بالجسم. فيرجع تايلانغ بقى لشيفو، فيتعاركوا مع بعض عركة، لكن في وسط العركة بقى شيفو بيزهق. هو طبعا الراجل الكبير بقى لازم يهزم طبعا. فيهزم شيفو، فيشوف لفيفة التنين ما يلاقاش. فيتضايق تايلانغ ويقول له هي راحت فين اللفيفة؟ يقول له بو ان اللفيفة معاه. فيضربوا تايلانغ، فيتعاركوا مع بعض عشان ياخد اللفيفة، لكن بو يظهر قدراته اللي قلنا عليها في اول الفيديو. فيديله ضربة ينزل بو على الارض، فياخد اللفيفة يشوفها فاضية. فيتعصب ينزل بو على الارض فياخد اللفيفة يشوفها فاضية برضه. فيتعصب ويضرب بو ضربة يوقف اعصابه، لكن اتضح ان هو كده بيسخسخه. فيديله بو ضربة بتاعت شيفو، هي ايه؟ ضربة الاصبع المدبب. الكل بيخاف منها، حتى تايلانغ خايف يضربوا الضربة دي. طبعا بقى مين هيهزم؟ طبعا تايلانغ هو اللي اتهزم في الاخر، ويكون بو اسطورة ومحارب تنين وناس فرحانة وانتصر على بو.
فينتهي الفيلم مشهد رايق، بو نايم جنب شيفو في جو سينمائي. كان اتضح ان شيفو مات، لكن هو بيقول له ان هو كان زهق وتعب فقال يريح شويه. وكده كنا لخصنا الجزء الاول من كونغ فو باندا. متنسوش تشتركوا في القناه ولايك الفيديو واستنوا السلسله كلها على القناه. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جاي، نظريه، اسرار، الغاز، تلخيص فيلم، اللي انتوا عايزينه ان شاء الله نتقابل. اللي انتوا عايزينه ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. انتظرونا في الفيديو القادم. شكرا.